ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. حابب بس اعرفكم ان القناة اليومين دول ما بقتش بتجيب مشاهدات زي الاول. عايزكم بس تقفوا جنب الفترة دي وتعملوا لنا شوية لايكات على شوية كومنتات وتقولوا لنا ايه اكتر حاجة عجباكم في القناة بتاعتنا، وكمان ترشحوا لنا حاجات تانية ممكن نعملها. ونبدأ بقى بالمسلسل اللي المفروض بيحكي عن واقع كلنا بنعيشه أو أغلبنا بيعيشه بسبب تغيير المجتمع، بسبب تغيير البلد، بسبب تغييرات كتير ممكن تحصل في حياتنا. بيبدأ المسلسل مع واحد اسمه رامي، واللي بيكون أصله مصري لكنه عايش طول حياته في أمريكا، وبنشوفه وهو رايح المسجد علشان يحضر كتب كتاب صاحبه، وبتوصله والدته واللي بيكون اسمها ميسة للمسجد، وبتطلب ميسة وقتها من رامي إنه يشوف العروسة وهو في كتب الكتاب. فبيرفض رامي وبيقول لها إن المسجد معمول علشان الصلاة مش علشان يكلم بنات فيه. فبتتضايق ميسة وبتقوله إنه لو ما اتجوزش هيفضل لوحده طول عمره، لكن رامي بيزعل من الكلام وبيودعها وبينزل من العربية. ولما بيدخل رامي للمسجد بيروح علشان يتوضى، لكنه بيلاقي طابور طويل، فبيخاف إنه يتأخر عن الصلاة وبيقرر إنه يروح لحمام تاني. ولما بيروح رامي علشان يتوضى بسرعة، فجأة بيدخل عليه واحد وبيقول له إن اللي بيعمله ده حرام بسبب إن رامي بيتوضى وهو لابس الشراب. فبيقول له رامي إنه مستعجل علشان يلحق الصلاة وإنه مستحمي قبل ما ينزل، فأكيد رجليه اتغسلت. لكن الراجل بيصر وبيقلعه الشراب بالعافية وبيقول له إن لو المية ما دخلتش بين صوابعه الشيطان هيسكن فيهم. وبعدها بيروح رامي علشان يصلي، وفي كتب الكتاب بيقابل رامي مو وأحمد واللي بيكونوا أصحابه. وساعتها بيتكلم مو بيقول له إنه هيموت وحيد وإنه لازم يلاقي عروسة قبل ما يكبر وشعره يقع. فبيوافق أحمد وبيقول لرامي إنه ما عادش فيه غير بنتين مسلمين في المدينة وإنه لازم يلحق يختار ما بينهم. وبيحاول رامي إنه يتكلم لكن مو بيقاطعه وبيقول له إنه لازم يلحق نفسه. فبيقول له رامي إنه مش عايز يتجوز واحدة مسلمة. فبيقاطعه أحمد وبيقول له إنهم كمسلمين ما ينفعش يصاحبوا بنات مش مسلمة، وده لأن أخلاقهم مش كويسة وإنهم طول الوقت عريانين، وإن هو أكيد مش هيقبل إن مراته تكون عريانة طول الوقت. وبيكمل مو وبيقول لرامي إنه يخلي أهله يدوروا له على عروسة زي ما هو عمل، وإن ده كان أفضل قرار في حياته. فبتتدخل وقتها مرات مو في الكلام وبتقول لرامي إنه أصحابه أغبياء لكن كل كلامهم صح. فبيسكت رامي ومش بيتكلم. وبعدها بنشوف رامي وهو مع كلوي واللي بتكون حبيبته، لكنه بعدها بيحس بالذنب بسبب علاقتهم. وبتتخانق كلوي مع رامي لأنها بتعرف إن رامي شايف إن علاقتهم حرام، وبتقوله إنها ما كانتش تعرف إنه متدين. فبيقول لها رامي إنه كان خايف يقول لها فتحكم عليه وما ترضاش تصاحبه. فبتسأله كلوي إنه إزاي متدين وفي نفس الوقت بيشرب، وإنها شافته قبل كده كتير وهو بيشرب. فبيرتبك رامي وبيقول لها إنه مش بيشرب وإنه ساعتها كان بيطلب لنفسه صودا. فبتتضايق كلوي وبتتعصب عليه بسبب إنه كذاب وبتنفصل عنه وبتطلب منه إنه يمشي. فبيزعل رامي بعدها وبيروح لبيته لكنه ما بيعرفش ينام طول الليل. وتاني يوم بيقابل رامي ستيف واللي بيكون صاحبه، وفي الوقت ده بيبقى رامي بيدور على بنات يتعرف عليهم من تطبيقات المواعدة، وما بيرضاش رامي يبعت للبنات المحجبة وبيبعت للبنات اللي بشعرهم بس. فبيسأله وقتها ستيف عن السبب اللي بيخليه ما يصاحبش بنات محجبات. فبيقول له رامي انهم مش نوعه المفضل. فبيتهموا ستيف بالعنصريه. فبيرد عليه رامي وبيقول له ان الحجاب مش عرق وانه مجرد لبس الناس بتلبسه. فبيساله ستيفن كان صاحب بنات مسلمه قبل كده. فبيقول له رامي انه لا، وانه ناوي يتعرف على بنت مسلمه علشان يتجوز. وبعدها بنشوف رامي وهو قاعد مع عيلته لكنهم كلهم بيبقوا مشغولين في تليفوناتهم ومش بيتكلموا مع بعض. فبيفتح رامي موضوع وبيقول لهم انه كاتب كتاب زميله كان حلو. فبيرد فاروق اللي بيكون والد رامي وبيقوله ان مرات صاحبه لطيفة. فبتتريق ميس عليها وبتقول ان مناخيرها كانت كبيرة. وبعدها بيتشجع رامي وبيقول لهم انه بيفكر في الجواز من بنت مسلمة وبيبان عليه انه متوتر، وبيطلب من والدته انها تدور له على عروسة. فبتنبسط ميسة جدا من قراره وبتتحمس. وبيسأله وقتها فاروق إن كان متأكد إنه عايز يتجوز من بنت مسلمة وده لأن الجواز من مسلمة مسؤولية. لكن دينا واللي بتكون أخت رامي بتتعصب عليه، وده بسبب إنها خايفة إن أهلها يجوزوها بنفس الطريقة، وبتقول على أخوها إنه حتى ما عندوش وظيفة علشان يقدر يتجوز. فبتقول لها ميسة إنه رامي لسه بيبدأ حياته. فبيشكرها رامي على كلامها، لكن دينا بتفضل متعصبة من رامي وبتقول له إنه عايز يملى الفراغ اللي جواه بعلاقاته مع الستات، وبتشتمه وبتمشي. وبعدها بيسأل رامي والدته إن كانت تعرف واحدة ينفع إنه يتجوزها. فبيقول له فاروق إنهم ما يعرفوش،
لكن ميسة بتوعده إنها هتدورله وبتكون مبسوطة جدا. وبعدها بنشوف رامي وهو بيقابل نور واللي بتكون مسلمة ومن أصل مصري، وبيبقى رامي محرج ومش عارف يتكلم معاها، وده بسبب إنه معاهم واحد واللي بيكون اسمه مسعود واللي بيكون قريب نور، وبيبقى أهلها باعتينه معاها علشان يبقى محرم. وبيقول مسعود لرامي إنه يتكلم براحته ويعتبره مش موجود، لكن كل ما رامي يتكلم يقطعه مسعود. فبيرتبك رامي لحد ما بيقابل أصحابه واللي بيطلبوا منه إنه يروح معاهم كازينو. فبتفكر نور وبتقول لمسعود إن هو اللي يروح معاهم الكازينو ده لأنها بتبقى عايزة يمشي. وبعد ما بيمشي مسعود بيفضل رامي ونور يتكلموا مع بعض سوا، وبيبان عليهم إنهم مرتاحين لبعض وإنهم مبسوطين. وقبل ما بتركب نور عربيتها بتحاول إنها تقرب من رامي، لكنه بيرتبك وبيرفض، وده لأنه مش عايز يعمل معاها كده. لكن بتحس نور وقتها بالإهانة وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده بيقابل رامي الراجل اللي كان معاه في المسجد، وبيقرر رامي انه يقعد معاه وبيحكي له عن نفسه، وبيقوله انه مش عارف يعمل ايه، وانه مستغرب من اهله اللي حاسين طول الوقت انه كل حاجة هتبقى كويسة، وده بسبب انهم مؤمنين بربنا. وبيقول رامي انه هو كمان مؤمن ان في ربنا وانه دايما بيشوف اشارات على وجوده، ولكن بيعترف له بانه ساعات بيعمل ذنوب، لكن ده مش معناه انه مش مسلم صالح، وانه متأكد ان ربنا هيسامحه في يوم من الايام رغم كل اللي بيعمله. فبيبص له الراجل وهو بيقول له انه لازم يغسل صوابعه وهو بيتوضى، وبيسيبه وبيدخل محله. وتاني يوم بيروح رامي شغله وبيكون مع ستيف وبيساعده وهو في الحمام، وبيقول رامي لستيف انه هيتوضى علشان يلحق الصلاة. فبيقول له ستيف انهم متأخرين على اجتماع الشركة. ولما بيخرج رامي للاجتماع بيتصدم لما بيعرف ان الشركة فلست وانهم لازم يسيبوا الشغل على اخر النهار. وبيسأل رامي ستيفن كانوا هياخدوا المكافأة بتاعتهم، فبيرد عليه ستيف وبيقول له يروح يسأل المدير. فبيتحرج رامي وبيرفض يتكلم، فبيزقه ستيف بالكرسي بتاعه وبيروح هو وبيسأل المدير على مكافئتهم. فبيقول له المدير ان مفيش مكافآت، فبيشتموا ستيف، وبيقول لهم المدير انه مقدر شغلهم في الشركة وبيتريق على شغل رامي. وبعدها بيقول لستيف انه كان دايما بيلهمه بسبب عجزه وبيشكرهم، فبيستغرب رامي من كلامه وبيشكره. وبعدها بشوية بنشوف ميسة وهي بتصحي رامي من نومه وبتبقى جايباله الأكل، وبعدها بتحاول تقنعه إنه يشتغل مع أخوها نسيم في محل المجوهرات. فبيرفض رامي وبيقول لها إنه مش حابب الشغل مع نسيم وإنه محتاج يدور على شغفه. وفي الوقت ده بيدخل فاروق عليهم وبيقول لرامي إن الشغف ده بتاع الناس البيض وإنه ما ينفعش معاهم وإنهم لازم يشتغلوا علشان يبقى معاهم فلوس. فبتقول دينا لرامي إنه لازم يلاقي شغل، فبيقول لها رامي إنه هيلاقي شغل وإنه ما قعدش غير أسبوع بس في البيت. فبتقول له ميسة إن أسبوع كتير وإنها هتكلم نسيم أخوها في حكاية الشغل. فبتدخل دينا عليهم وبتتريق على نسيم، وده بسبب إنها شايفاه إنه عنصري وذكوري. فبتزعق لها ميسة وبتطلب منها إنها ما تتكلمش عن خالها بالطريقة دي، وبتقول لها إنها تعزم نسيم على العشاء، وبتطلب منها إنها تكون موجودة. فبترفض دينا لكن ميسة بتجبرها تحضر. وبعدها بيروح رامي المطعم مو وبيكون معاهم أحمد، وبيحكي له عن طرده من الشغل. فبيقول له منه مش هيعرف يشغله في مطعمه. فبيقول له رامي انه ما طلبش منه انه يشغله. فبيرد عليه مو وبيقول له انه بيسبقه قبل ما يطلب. فبيستغرب رامي منه وبيقول له انه الكل عايز يجيب له شغل وان والدته جابت له شغل عند خاله نسيم. فبيفرحوا اصحابه وبيقول له مو انه خالي غني وانه هيخليه غني زيه. فبيقول له رامي انه متردد وانه عايز يشتغل حاجه هو بيحبها. فبيقترح اصحابه عليه ان هو يشتغل مع نسيم. وفي البيت بنشوف رامي وهو قاعد مع نسيم خاله وهو بيقزقز لبه وبيرمي على الارض. فبيشمئز رامي منه، لكن نسيم بيفضل يتكلم كتير وبيقوله انه كل شغله مع اليهود، لكنه مش متضايق علشان بيشتغل يوم السبت وهما بيكونوا في بيتهم واخدين اجازه. وفي الوقت ده بتدخل دينا عليهم وبتكون لابسه هدوم قصيره. فبيتريق نسيم عليها وبيسالها ان كانت رايحه البحر. فبتقول له دينا انها مش هتخرج علشان كده هي لبست اي حاجه. وبعدها بتدخل والدته ميسة وبيسلم نسيم عليها وبيطلب منها انها تقعد جنبه. وبيرجع نسيم يتكلم عن اليهود، فبيحاول رامي انه يغير الموضوع وبيسأله عن لاعب كرة القدم محمد صلاح. فبيقول له نسيم ان المصريين مهووسين بمحمد صلاح، وبينصحه وبيقول له انه ما يثقش في حد بيتعامل مع البريطانيين، وده لانهم دمروا العرب من زمان واغلب الدول. فبتوافقوا ميسة وبتقول انهم قتلوا كمان الاميره ديانا. وساعتها بيبان على رامي انه حاسس بالملل من كلامهم وبيحاول انه يقاطعهم. وبعدها بيوصل فاروق من الشغل وبيسلم على نسيم. فبيسلم عليه نسيم وبيسأله على شغله. فبيقول له فاروق ان شغله مرهق جدا.
فبيتريق عليه نسيم وبيقول له إنه شغله مرهق علشان بيشتغل عند ناس وإنه ما عندوش الشغل الخاص بتاعه. فبيتضايق فاروق وبيزعل من الكلام بتاعه، ولما بيتعشوا بيفضل نسيم يتكلم كتير وبيبقى كل كلامه عنصري، وبتتضايق دينا من كلامه وبتجادله، لكن نسيم ما بيهتمش بالكلام وبيفضل يعلق على سلوك دينا وبيقول لميسة إن مفيش حد هيتجوزها وهي سلوكها وحش. فبتضحك دينا وبتقول إن مزاجها وحش علشان عليها الدورة الشهرية، فبتزعق لها ميسة وبتطلب منها إن يبقى عندها حياء وأدب. فبيهديها نسيم وبيقول لها إن الستات بيبقوا مجانين في الفترة دي وإنهم لازم يسيبوها علشان تخرج تشم هوا. فبتستغل دينا الفرصة بسرعة وبتهرب من العشاء وبتخرج بره، وبعدها بيتكلم فاروق مع نسيم عن شغل رامي. فبيحاول رامي يغير الكلام وده لأنه مش عايز يشتغل معاه أصلا، ولكن بيطلب منه نسيم إنه يشتغل معاه وبيقول له إنه لازم يبقى راجل ويتحمل المسؤولية بدل ما هو متدلع ومش عارف حقيقة العالم. لكن بيتضايق رامي ومش بيرضى يتكلم، وبعدها بتطلب ميسة منه إنه يوصل نسيم بالعربية. وفي الطريق بيفضل نسيم يتكلم ويعلق على لبس الستات العريانة اللي في الشارع، وبعدها بيطلب من رامي إنه يشتغل معاه وبيقول له إنه هيعلمه اللي أبوه معلمهوش. فبيتعصب على رامي وبيقول له على الرغم من كده هو عنده عيلة بتحبه لكن هو ما عندوش حد ووحيد. وفي أثناء ما هما بيتكلموا بيشوف نسيم واحد بيتخانق مع ست في الشارع، فبيطلب من رامي إنه يوقف العربية وبيرفض رامي، لكن نسيم بيصر وبعدها بينزل وبيتخانق مع الشاب لكنه بينضرب. فبيروح رامي علشان يدافع عن خاله لكنه بيخاف وبيفضل يجري من الشاب، وفجأة بيطلع نسيم مسدسه وبيهدد الشاب فبيخاف وبيجري، وبيتصدم وقتها رامي من المسدس اللي مع خاله. وبعدها بيقعدوا في الشارع وبيتكلموا وبيقول له رامي انه اللي حصل كان جنون. فبيسأله نسيم ان كان حس برجولته وانه قلبه بينبض، فبيعترف رامي وبيقول له انه حس برجولته لكنه مش مهتم. فبيقول له نسيم ان المهم انهم عملوا الصح وبينصحه، بيقول له انهم مش بيساعدوا الستات علشان هما مش واثقين فيهم لكن بيساعدوهم علشان مش واثقين في الرجاله. وبعدها بيقول رامي انه الشاب ده اكيد يهودي بسبب انه بيسوق وحش. فبيستغرب رامي وبيقول له انه مش منطقي يعرف اليهود من السواقه، لكن بييأس من الكلام معاه وبيسكت. وتاني يوم بينزل رامي الشغل مع نسيم فعلا، وساعتها بيطلب نسيم من رامي انه يروح عند واحد يهودي ويبيع له ساعة، وبيقول له انه راجل دين وانه مهم، وبيطلب منه انه يسايره ويحاول انه يتمم الصفقة. ولما بيروح رامي بيلاقي راجل بيصلي وبيكون قاعد وسط شموع، وبعدها بيسأله عن الساعة. فبيخاف رامي وبيتوتر وبيقوله ان الساعة 8:07. فبيرجع يسأله عن الساعة تاني وبيشاور له على الساعة اللي معاه. فبيفهم رامي وبيفتح العلبة اللي فيها الساعة وبيقوله ان الساعة 8:08. وبعدها بيطلب الراجل من رامي انه يقلع الجاكيت بتاعه. فبيستغرب رامي من طلبه وما بيكونش فاهم حاجة. وفي الوقت ده بتدخل بنت اسمها سارة واللي بتكون حفيدة الراجل اليهودي، وبتتكلم مع رامي وبتقوله ان جدها يقصد بقلع الجاكيت على مكان الفلوس، وبعدها بتجيب الفلوس وبتديها لرامي. وساعتها بيفتح رامي معاها الكلام وبيسألها ان كانت بتشتغل في الألماس مع جدها. فبتقول له سارة انها بس قاعدة معاه لانها مطرودة من شقتها وان جدها شخص لطيف جدا. وبتكون سارة مفكرة ان رامي يهودي بسبب دقنه، وبتستغرب لما بتعرف انه مصري. فبيضحك رامي. فبتقول له سارة ان شكله مش شبه اللي بيتاجروا في الألماس خالص، وده لان كل اصحاب جدها لابسين سلاسل وعندهم شعر في صدرهم. فبيهزر رامي معاها وبيقول لها انه نسى سلسلته في البيت. وبعدها بيطلب منها رقمها بحجة انه هيكلمها في الشغل، خصوصا انهم متفاهمين سوا. فبتوافق سارة وبتديله رقمها وبيبان انها معجبة برامي. وبعدها بفترة بيروح رامي مع اصحابه حفلة لسارة، وفي الطريق بيحكي لهم عن علاقته بيها وبيقول لهم انه بقالهم اسبوع بيتكلموا كل يوم سوا. فبينصحوا بيقول له انه لازم ياخد خطوة. ولما بيوصلوا الحفلة بتنبسط سارة لما بتشوف رامي وبتطلب منه انه يرقص معاها. فبيوافق رامي وبيفضلوا يرقصوا. في نفس الوقت اللي بيدخل احمد اوضه علشان يصلي فيها، وبنشوف وهو بيرقص ومبسوط. وبعدها بتطلب سارة من رامي انه يدخل معاها الاوضه. وفي اثناء ما هم قاعدين بيعرض واحد عليهم حبوب مخدره، فبتاخد سارة حباية لكن رامي بيرفض انه ياخدها. وبتحاول سارة انها تقنعه وبتقوله انهم هيتبسطوا سوا، لكن رامي بيصر انه ما ياخدش الحباية. فبتعتذر له سارة وبتقوله انها مش هتقدر انها تقعد معاه، وده لانها هتقلق انه هيراقبها وهي مش في وعيها.
فبيرتبك رامي وبيخرج من الأوضة وبيروح ينادي لأصحابه علشان يمشي، وبيلاقي أحمد نايم ومو بيعمل مشروبات لضيوف الحفلة. فبيقول لهم رامي إنه هيروح، لكن مو بيترجى إنه يستنى وبيقول له إن الحفلة لسه هتبدأ، لكن رامي بيكون متضايق وبيمشي. فبيطلب أحمد من مو إنه يروح معاه لأنه مش هيعرف يتعامل مع رامي لوحده. ولما بيخرج رامي بيتفاجئ لما بيلاقي سارة وهي معاها واحد، ولما بتشوفه بتضحك وبترجع تحزن وبتقوله إنها زعلانة على اللي بيحصل في فلسطين. فبيرد عليها رامي وبيقول لها إنه هو كمان زعلان عليها. وفي تاني يوم بيقابل رامي أصحابه في مطعم مو وبيحكي لستيف عن اللي حصل مع سارة، وبيقول له إنه ما قدرش يشرب من المخدرات لأنها بتخالف مبادئه ودينه. وفي الوقت ده بيدخل عليهم مو بيجيب لهم الأكل، وبيفضل ستيف يضايق فيه. فبيتكلم مو بالعربي علشان ما يفهموش، وبيقول لرامي إنه ما عادش قادر يستحمل ستيف تاني وإنه شاكك إنه لابسه جن. فبيتكلم أحمد بالإنجليزي وبيقول إنه طبيا المفروض يكون ميت. وساعتها بيفهم ستيف اللي بيقولوا عليه، لكن أحمد بيغير الكلام وبيطلب من رامي إنه يبعت رسالة لسارة ويكلمها. فبيرفض رامي وبيقول إنها ما كلمتهوش الأول. وبعدها بيحبط رامي لما بيفتح صفحة الانستجرام بتاعتها وبيلاقيها نشر الصورة ليها وهي مع واحد تاني. وفي الوقت ده بيطلب ستيف من رامي إنه يديله الدواء بتاعه واللي بيكون مخدر علشان يسكن آلامه، لكن رامي بيقرر إنه هو اللي هياخده. وبيتفاجئ أصحابه بيه وبيقولوا له إنه تأثيره عالي جدا. وبعدها بنشوف رامي وهو مسطول وبيكون مبسوط وهو راكب عجلة ستيف. ولما بيوصلوا ستيف لبيته بيفضل يشرب ميه كتير وبيكون مش في وعيه وبيبدأ إنه يلخبط في الكلام، وبيقول لستيف إنه عارف إنه هيموت وإنه هيفتقده، وبيبقى حزين وهو بيتكلم. وفي نفس الوقت بتكون والدة ستيف قاعدة معاهم وبتستغرب من كلام رامي وبتقوله إن ستيف كويس، لكن رامي بيكمل كلامه وبيقول إنه حاسس بيها وإنها أكيد هي اللي حاسة بالذنب، وده لأنها هي اللي خلفت ستيف وإن هي سبب في إعاقته. فبتقوله إنهم كويسين وإن كل يوم بيعيشوا فيه هو يوم مبارك. فبيرد عليها رامي وبيقول لها ده لأن ستيف بيشبه اللعنة، وبيفضل يتكلم عن موته لحد ما بتتأثر والدة ستيف وبتحزن وبتسيبه وبتمشي. وبيزعل ستيف من كلام رامي وبيطرده وبيطلب منه إنه يرجع لبيته. فبيحبط رامي وبعدها بيروح للمسجد، ولما بيدخل بيلاقي واحد بينظف المسجد وبيفكر رامي إنه متشرد ومحتاج أكل. فبيقول له رامي إنه جاي المسجد علشان يصلي. وبعدها بنشوف هو قاعد مع الشاب وبيتكلموا سوا، وبيحكي الشاب عن إيمانه وبيقول له إنه كان مدمن كوكايين ولكنه بطل لما أسلم وعرف كتير عن طريق النبي. وبيحكي له وقتها رامي عن شربه للمخدرات وبيقول له إن حس إنه بيقلل من نفسه لما شربها. فبينصحه الشاب ده وبيقول له إن الإنسان لما بيعمل ذنب في حتة في قلبه بتسود، علشان كده هو محتاج يطهر قلبه. فبيتأثر رامي وبيقول له إنه محتاج ينضف. وبعدها بيفضل رامي ينضف المسجد وبيصلي علشان يكفر عن ذنوبه. وبنرجع بالزمن لطفولة رامي وبنشوف هو قاعد على الكمبيوتر وفجأة بيدخل عليه والده. فبيتخض رامي وبعدها بيطلب والده منه إنه يسيب بابه مفتوح. ولما بيلاقي فاروق الأوضة متبهدلة بيهزق رامي وبيطلب منه إنه لازم يوضب أوضته. وبعدها بيقعد والده وبيحكي له عن طفولته وبيقول له إنه كان بيحلم يبقى عنده نص الحاجات اللي عند رامي، وإنه هو وصغير كان قاعد هو وإخواته البنات والصبيان في أوضة واحدة. وبيبقى رامي زهقان ومش مهتم بكلام والده وبيحس إنه بيعايره بكلامه. فبيطلب فاروق تاني منه إنه يسيب الباب مفتوح وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بيجهز رامي علشان يروح المدرسة، فبتديله ميسة تليفون لاسلكي علشان تبقى تطمن عليه، لكن رامي ما بيكونش حابب التليفون وبيقول لها إنه كل زمايله معاهم تليفونات حديثة. فبتقول له ميسة إن سعر التليفون غالي وإنهم ما قدروش يشتروه، وبتقول له إنهم بيشتغلوا وبيتعبوا علشان يوفروا له الحاجات اللي عايزها. وبعدها بتبوسه وبتودعه. وفي الطريق بيشوف رامي التليفون مع صاحبه وبيبقى متضايق وغيران منه. وفي المدرسة بتطلب زميلته منه قلم فبيديها رامي قلم، وبعدها بيطلب من المدرسة إنه يروح الحمام. ولما بيدخل رامي الحمام بيسمع حد بره بيعيط وبيخبط في الحيطة. فبيتخض رامي وبيخرج، واللي بيتفاجئ بالمدرس بتاعه وهو بيعيط، ولكن بيقوله إن مفيش حاجة وبيطلب منه إنه يروح فصله. وبيستغرب رامي وقتها لما بيخرج من الحمام وبيشوف كل اللي في المدرسة وهم بيعيطوا. وبعدها بيتصدم لما بيشوف في الأخبار انفجار البرجين بتوع 11 سبتمبر، وبيلاقي رامي زميلته بتعيط وده لأن والدتها كانت بتشتغل في نفس البرج. فبيطمنها رامي وبيحاولوا إنه يهديها. وفي الوقت ده بيسمع ميسة وهي بتكلمه في التليفون علشان تطمن عليه، وبيكون فاروق جنبها وبيتكلم بالعربي. فبيتخض رامي لحد من زمايله يسمعوا وبيجري يقفل تليفونه، لكن زمايله في الفصل بيشكوا فيه وبيبصوا له بصات مريبة. فبيرتبك رامي، وبنشوف رامي بعدها وهو في البيت وبيفضل يتفرج على الأخبار وبيخاف لما بيشوف صورة أسامة بن لادن في التلفزيون. وبتقول له ميسة إن المدرسة قفلت لمدة أسبوع حدادا عن اللي حصل، لكن رامي بيكون
بيكون مركز على التليفون اللاسلكي اللي في بيته، وده لأنه بيشوف أسامة بن لادن وهو ماسك واحد زيه. وبيدخل بعدها رامي الأوضة وبيتوتر لما بيشوف تعليقات زمايله على الإنترنت واللي بيكونوا كاتبين فيها إن كل المسلمين اللي حواليهم إرهابيين. وتاني يوم بنشوف فاروق والد رامي وهو بيعلق علم أمريكا قدام بيته، وفي الوقت ده بيشوف جاره وبيسلم عليه، لكن جاره ما بيردش عليه وبيبصله بقرف وبيمشي. فبيتضايق فاروق وبيقول لميسة إن الأمريكان ما بقوش طايقينهم، فبتهديه ميسة وبتقوله إنه بيتوهم وإن ده مش حقيقي. فبيثبت لها وبيقول لها بأمارة إن أصحابهم لغوا الحفلة مخصوص علشان ما يضطروش يدعوهم. وفي الوقت ده بيكون رامي قاعد وبيسمع كل اللي بيتقال وبيكون متضايق، وبعدها بيخرج علشان يروح المدرسة. ولما بيقابل أصحابه بيسألوه إن كان إرهابي، وده لأنه من الشرق الأوسط. فبيرتبك رامي وبيقول لهم إنه مش من الشرق الأوسط وإنه مصري، وإن مصر في أفريقيا وده معناه إنه أسود. لكن أصحابه مش بيصدقوه، بيقولوا له إنه مش أسود وبيسيبوه بيمشوا. ولما بيدخل رامي الفصل بيكون محرج وخايف، وبعدها بتسأله زميلته عن السبب اللي خلاه ما يروحش الحفلة. وبيعرف رامي ساعتها إن والده كان صح وإنه أصحابهم مش عازمينهم على الحفلة مخصوص، وده لأنهم خايفين منهم. ولما بيجي الليل بيحلم رامي إنه أسامة بن لادن مستخبي عندهم في البيت، وبيطلب منه إنه يقعد ويتكلم معاه. وبياكل بن لادن فراولة وبيقول لرامي إن الأمريكان أجبروا المصريين إنهم يزرعوا الفراولة بدل القمح، وإنهم عن طريق ده منعوا الناس في مصر ياكلوا العيش علشان ياكلوا هما الفراولة. فبيقول له رامي إنه ما كانش يعرف المعلومة. فبيسأله بن لادن إن كان حاسس إنه ما ينتميش للحياة في أمريكا. فبيوافقوا رامي وبيقول له إنه أحيانا بيحس إنه ما ينتميش للمكان ده. فبيقول له بن لادن ده لأن اسمه رامي حسن، وإنه مكانه موطنه الأصلي في القاهرة، لكن الأمريكان هم اللي صعبوها وهم اللي خلوا والده يهاجر وفي الآخر بيعاني علشان يقدر يعيشهم. فبيتحمس رامي وقتها لبن لادن وبيحكي له وبيقول له إنه نفسه في تليفون زي أصحابه، وإنه بيعاني علشان يبقى شبه اللي حواليه. فبيرد عليه بن لادن وبيقول له إنه شبهه وإنه ملوش أصحاب، وإنه كان مفكر إن أمريكا صديقته لكنها اتخلت عنه، وإنهم لازم يدوقوا الدم زي ما بيدوقوه للناس في الشرق الأوسط. فبيرتبك رامي وبيسأله عن والدة زميلته وبيقولوا إنها ماتت وهي ملهاش ذنب. فبيسألوا بن لادن عن أمهات الناس اللي ماتت في الشرق الأوسط بسبب الأمريكان، وبيقولوا إنه لازم يبقى في توازن، لكن رامي بيرفض الكلام ده وبيقولوا إنه مش شبهه وإنه مش عايز حد يتقتل وإنه مش إرهابي. وبيخاف رامي وبيجري على أوضته، وفي نفس الوقت بتدخل عليه واحدة كانت على غلاف المجلة اللي معاه وبتقوله إنه ما يسمعش كلام بن لادن وده لأن كل كلامه غلط، وبتقوله إنه أمريكي وإنه بينتمي ليها. وساعتها بيصحى رامي من النوم مخضوض وبيلاقي المجلة جنبه. وبعدها في الطريق بيقابل ستيف صاحبه وبيطلب منه انه يروح المدرسة معاه، فبيوافق رامي وبنعرف ان صداقتهم ابتدت من يومها. وبنرجع للحاضر وبيكون اول يوم رمضان، وبنشوف رامي وهو قاعد مع سارة وفجأة بيأذن الفجر. فبيعتذر لها رامي وبيقول لها انه مش هيقدر يعمل علاقة معاها وده لانه في رمضان. وبيقول لها رامي انه ما ينفعش يعمل علاقة من الفجر للمغرب. فبتسأله سارة ان كانوا يعملوا علاقة بعد المغرب. فبيقول لها رامي انه مش عايز يعمل كده خالص من غير جواز، وانه بيحاول يحافظ على دينه. فبتنبسط سارة منه وبتقول انها نفسها تبقى شبهه وانها حاولت كتير تبقى متدينة لكنها فشلت. وبعدها بتطلب منه انه يمشي وبتقول انها هتشوفه بعد 30 يوم. فبيضحك رامي وبيقول لها انه هيقابلها بعد رمضان. وتاني يوم بيكون رامي في الشغل وبيبص على كل اللي حواليه وهم بياكلوا، وبيتصدم لما بيلاقي نسيم هو كمان بياكل. فبيسأله رامي عن السبب اللي بيخليه مش صايم. فبيقول له نسيم انه مش هيصوم غير على التقويم السعودي، وبيقول له انه هيصوم تاني يوم. لكن رامي ما بيقتنعش بكلامه وبيقول له انه هيروح يصلي. ولما بيروح رامي بيلبس جلابيه واللي بتكون صغير عليه، وفي الوقت ده بتناديه ميسة علشان يفطر. ولما بينزل عيلته كلها بتضحك عليه بسبب الجلابيه، فبيقول لهم رامي ان دي هي الجلابيه الوحيده اللي عنده. وبعدها بيطلب من عيلته انهم يصلوا معاه المغرب قبل ما يفطروا، لكن فاروق بيقاطعه وبيقول له انهم محتاجين يسمعوا المسلسل، وبيقولوا انهم لازم يركزوا في اول حلقه علشان ما يتوهوش طول رمضان. وبعدها بيسيبهم رامي وبيطلع لأوضته وبيحاول انه يقرا قرآن لكنه مش بيعرف، وده لانه مش بيعرف يقرا عربي. فبيزهق وبيروح مطعم مع مو علشان يتسحر، لكن مو بيفضل يأخر عليه الاكل لحد ما الفجر بيأذن، وبعدها بيروحوا علشان يصلوا الفجر جماعه. وفي اثناء ما رامي بيصلي بيسمع
بيسمع واحد بينادي عليه، فبيتلاقي رامي على الصلاة وبيبص له وبيطلب منه إنه يصبر. ولما بيخلص صلاة بيسلم عليه وبنعرف إنه كان زميله من أيام المدرسة، وبيسأله رامي عن حاله. فبيقول له زميله إن والدته عندها ورم في الدماغ وإن ما فاضلهاش غير أيام قليلة، وبيطلب من رامي إنه لما يصلي يدعي لها. فبيحذر رامي وبيقول له إنه أكيد هيدعي لها في الصلاة الجاية، وده لأن صلاة الفجر خلصت. فبيجبره زميله إنه يصلي في ساعتها، وبيقول له إنه عارف إن ستيف عايش لحد دلوقتي بسبب صلاته. فبيرتبك رامي وبيحاول إنه يصلي، واللي بيطلب منه زميله إنه يعلي صوته زي ما كان بيصلي في الجماعة. فبيعلي رامي صوته وبيمثل إنه بيصلي، وبيتأثر زميله وبيعيط. وتاني يوم بيروح رامي المسجد علشان يصلي التراويح، وأول ما مو بيشوفه بيضحك عليه بسبب جلابيته وبيقوله إنها قصيرة جدا. فبيقول له رامي إنه لابس لبس رياضي وهو بيصلي. فبيرد مو عليه وبيقول إنها ماركة وإنه أكيد غيران منه. وبعد الصلاة بيسمع رامي واحدة وهي بتتخانق مع جوزها، وفي الوقت ده بيروح له مو وبيقول له إنه عايزه في اجتماع. فبيستغرب رامي، وبعدها بيكتشف إنه مو وأحمد جايبين له عروسة وعايزينه يقابلها، لكن رامي بيرفض وبيقول لهم إنه جاي المسجد علشان يصلي وبس. لكنهم بيلحوا عليه لحد ما بيجبروه إنه يقعد معاها. ولما بيدخل رامي بيسلم عليها لكنه بيكون محروق ومتوتر. فبتتكلم العروسة معاه وبتقوله إنها نيتها تشوف كذا واحد قبل ما تسافر لأنها عايزة تتجوز. فبيستغرب رامي، فبتقوله العروسة إنها عارفة إن الموقف غريب، وبتبدأ تسأله عن شغله وإن كان بيحبه ولا لأ. فبيقول لها رامي إنه بيشتغل في المجوهرات وإنه مش بيحبه ولا بيكرهه. وبعدها بتسأله عن اللي عايز يعمله قبل ما القيامة تقوم. فبيتوتر رامي منها وبيبدأ يكلمها عن نفسه وبيقولها إنه مش بيخطط لحياته وإنه بيعيش اليوم بيومه، وإن كل اللي بيفكر فيه دلوقتي هو إنه عايز يستغل رمضان في إنه يحاول يكفر عن ذنوبه، وإنه كان يتمنى إنه ما يعملش ذنوب أصلا. وبيبان وقتها على العروسة إنها معجبة بكلام رامي وبتقوله إنها حاجة كويسة إنه بيعترف بأخطائه وإنه بيحاول يصلحها. فبيتبسط رامي من كلامها وتفهمها. وبعدها بتسأله إن كان بيقرأ القرآن بالعربي ولا بالإنجليزي. فبيقول لها رامي إنه بيقرأ بالإنجليزي وده لأنه مش ضليع قوي في العربي. فبتعتذر له وبتقول إنها مش عايزة أولادها يقروا القرآن غير بالعربي. فبيحاول رامي إنه يصلح الموضوع وبيقول لها إنه ناوي يتعلم العربي، لكنها بتصر وبتقول إنه هيبقى صعب عليه يتعلم العربي وهو كبير. وفي تاني يوم بيصحى رامي وهو مفزوع وبيتعصب على والدته بسبب إنها ما صحتهوش يتسحر، وبيقول لها إنه بالشكل ده هيفضل طول اليوم جعان. فبتقول له ميسة إنها حاولت تصحيه كتير لكنه مرضاش يصحى. فبتتدخل دينا في الكلام وبتقوله إن كان مش قد الصوم يفطر بدل ما يفضل يزعق. فبيتعصب عليه رامي وبيطلب منها إنها ما تتدخلش، وبيقول لها إنه عارف إنها فترة وإنه شايفها وهي بتاكل. فبتبص لها ميسة وبتتوتر دينا وبتكذب وبتقول لها إنها مش فترة. وبيروح رامي بعدها المسجد علشان يفطر، وهناك بيقابل الست اللي كانت بتتخانق مع جوزها وبيشوفها وهي بتتكلم مع الناس وبيفكر إنها تايهة. فبيروح لها رامي وبيعرض عليها مساعدته. فبتقول له إن كان في حد قافل على عربيتها وإنها محتاجة ترجع لبيتها علشان تلحق تدي لابنها حقنة الأنسولين. فبيهديها رامي وبيقول لها إنه هيساعدها لكنها بترفض. وبعد كده بنشوف رامي وهو شايل ابنها وبيوصلهم للبيت، وفي الطريق بيتعرف رامي عليها وبيعرف إن اسمها سلمى. ولما بيوصلوا البيت بتدخل سلمى ابنها وبتديله الحقنة وبتنيمه، وبيستأذن رامي وقتها منها علشان يلحق السحور. فبتطلب منه سلمى إنه يفضل معاها وبتجيب له أكل وبيتسحروا سوا. وفي أثناء ما هما بياكلوا بتحكي له سلمى عن جوزها وبتقوله إنه طول الوقت مسافر وإنه مش بيرجع غير علشان يديها فلوسه بس. وفي تاني يوم بنشوف دينا وهي في كافيه وبيظهر إنها معجبة باللي بيشتغل فيه وبيكون اسمه كايل. وبتقرر دينا إنها تكلمه وبتروح له علشان تطلب منه القهوة بتاعتها، لكنه بيسبقها وبيكون عارف طلبها. وبعدها بتحاول دينا إنها تفتح معاه كلام وبتقوله إنها معجبة برسمته اللي على كوباية القهوة. فبيتبسط كايل بكلامها وبعدها بيسألها عن دراستها. فبتقوله دينا إنها بتعمل ماجستير في علم الإنسان. فبيكلمها كايل عن نفسه وبيقول لها إنه سافر لأوروبا علشان يدرس فيها الرسم. فبتنبهر دينا وبتقوله إن حلمها إنها تسافر أوروبا. فبيسألها كايل عن السبب اللي بيخليها ما تسافرش لأوروبا. فبتقوله دينا إن أهلها ما بيرضوش وبيقولوا لها إن الأولى إنها تسافر مصر. فبيتفاجئ ساعتها كايل لما بيعرف إن دينا من مصر وبيقول لها إنه نفسه يزور الأهرامات. وبعدها بيديها القهوة بتاعتها وبتتبسط دينا لما بتلاقيه كاتب رقمه على الكوباية. وبنرجع وقتها بالزمن لطفولة دينا وبنشوف فاروق والدها وهو بيحذرها من العلاقات مع الشباب وبيقول لها إن مفيش خطيئة أو ذنب أكبر من إنها تعمل علاقة من غير جواز مع شاب. وبيخوفها وبيقول لها إنها لو عملت كده هتحمل وهتخلف وإن مفيش حد هيقبل يتجوزها، وإنها ساعتها هتضطر إنها تشحت بابنها علشان تصرف على نفسها. وبتبقى دينا مستغربة كلامه وخايفة منه. وبنرجع للحاضر وبنشوف دينا وهي بتاكل مع أهلها
وفجأة بيقول لها فاروق وهي بتشرب العصير إنه مضر بصحتها وإنها الأحسن تشرب مية. وفي الوقت ده بيدخل رامي عليهم وبيقول لميسة إنه خارج، فبتقول له والدته إنه ياخد بقلاوة معاه وهو طالع. فبتتضايق دينا وبتقول لهم إن البقلاوة مليانة سكر، فبيرد عليها فاروق وبيقول لها إنها ما فيهاش سكر وإن فيها عسل طبيعي. وبعدها بتقول لهم دينا إنها خارجة عند صاحبتها، فبيقول لها فاروق إنها خرجت مرتين في الأسبوع. وبتتضايق ساعتها دينا من الامتيازات اللي عند رامي وبتسألهم عن السبب اللي بيخليهم يخرجوا رامي من غير حساب. فبتقول لها ميسة انه لسه مستأذن منهم، وبيردد رامي نفس كلام والدته. لكن دينا بتقرر انها تسكت وما بتردش عليهم وبتقول لهم انها هتخرج وبتمشي. فبيطلب فاروق انها ما تتأخرش بره. ولما بتروح دينا عند اصحابها بتحكي لهم عن كايل وبتوريهم رسايله، فبيضحكوا اصحابها وبيشجعوها انها تكمل معاه وتسيب البيت. فبتقول لهم دينا ان اهلها مش هيوافقوا انها تخرج من البيت غير قبل ما تتجوز. وفي تاني يوم الصبح بتبقى دينا بتذاكر، وفي الوقت ده بيكون رامي لسه واصل للبيت. فبتستغرب دينا من انه راجع البيت الصبح ومحدش كلمه. فبيسألها رامي عن السبب اللي بيخليها سلبية طول الوقت. فبتقول له دينا بسبب ان مامتها كلمتها 9 مرات وهي عند صاحبتها، وان هو وصل البيت الصبح ومحدش كلمه. فبيقول لها رامي انه مستغرب منها لانها لسه ما فهمتش اهلهم وانهم بس بيقولوا الكلام ده لمجرد الكلام. فبتقول له دينا ان الوضع معاها مختلف وان هو بيعمل اللي هو عايزه من غير ما حد فيهم ما بيحاسبه. فبينصحها رامي وبيقول لها ان هي ممكن كمان تعمل اللي هي عايزاه وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بتفكر دينا وبتقرر انها تكلم كايل وتخرج معاه، وبتجهز دينا. ولما بتخرج بتقابل نسيم فبيوقفها وبيكلمها عن لبسها. فبتزعق له دينا وبتطلب منه انه ما يعلقش على لبسها تاني وبتمشي. ولما بتروح عند كايل بتلاقيه بيطبخ، وبيتفاجئ لما بتلاقيه عامل لها حمص. وبيقول لها كايل انه شاف الطريقه من على النت وانه عملها مخصوص علشانها. فبتنبسط دينا جدا وبتحس انه مهتم بيها. وبعدها بياخدها كايل وبيفرجها على لوحاته، واللي بتسأله دينا عن الوقت اللي بدأ انه يرسم فيه. فبيقول لها من وقت ما كان صغير، وبيبان انهم معجبين ببعض وبتبقى دينا فرحانة. لكن في اخر اليوم بتتخانق مع دينا بسبب انها عرفت انه معجب بيها علشان هي مصرية وبس. وبيقول لها كايل انه حاسس انه هو مش مهم بسبب انه مجرد راجل ابيض ممل، وان مفيش مغامرات في حياته زي الناس اللي في الشرق الاوسط، وانه بيتمنى انه يبقى شبهها وزيها وحياته شبههم. فبتتعصب دينا منه ومن تفكيره وبتقول انها هتمشي. ولما بتخرج بتلاقي مامتها رنت عليها كتير، فبتبتسم دينا وبتمشي. وتاني يوم بنشوف ميسة وهي في الشارع وبتبقى واقفة قدام جيم وبتتفرج على اللي بيعملوا رياضة وبتبقى مبسوطة. ولما بترجع للبيت بتطبخ وبتحضر الغدا، وبعدها بتفتح صفحتها على النت وبتتضايق لما بتشوف ناس تعرفهم وهم خارجين ومبسوطين وصورهم عليها لايكات كتير. وبترجع تقلب في صفحتها وبتلاقي ان مفيش حد عامل لها لايكات على بوستاتها. وفي الوقت ده بيدخل عليها رامي وبيقول انه هياكل في مطعم صاحبه. فبتقول له دينا انها طبخه له كشري اللي بيحبه. فبيرفض رامي وبيقول انه هياكل مع اصحابه. وبعدها بتساله ميسة عن صفحتها وبتقول له ان بوستاتها مش بتوصل للناس. فبيقول لها رامي ان بوستاتها بتنزل والكل بيشوفها. فبتتضايق ميسة اكتر وبتعمل لنفسها لايك. ولما بيرجع فاروق بتحكي له ميسة عن الجيم وبتقول انها بتفكر تروح. فبيحبطها فاروق اللي بيقول لها انها هتروح تلاقي شباب صغيرين وناس مش في سنها. فبتزعل ميسة وبتقول انها تقدر تعمل رياضة وانها محتاجة تتعرف على ناس جديدة وان الاشتراك في اول شهر قليل. فبيقول لها فاروق انهم بيضحكوا عليها وانها اول ما تشترك هيسحبوا منها. وبيبقى فاروق مش مهتم بيها وبيقول لها انها ممكن تتعلم الرياضة من على النت. وبعدها بنشوف ميسة وهي بتحاول تتعلم من على النت فعلا لكنها بتفشل وبتحبط. وتاني يوم بتبقى ميسة مستنية رامي، وده لأنه أخد عربيتها. وبتبقى مستنية يرجع لكنه بيتأخر عليها. ولما بتتصل عليه بيقولها إنه لسه مع أصحابه بيلعب بلاي ستيشن، وبيقولها إنه طلب لها أوبر. فبتتعصب عليه ميسة وبتقول له إنها مش بتحب أوبر، وده لأنها بتبقى خايفة إنه يعرف عنوانها وبيتها. لكن رامي ما بيهتمش بكلامها وبيقولها إن العربية هتوصل لها قريب وبيقفل معاها. ولما بتركب ميسة العربية بيسألها السواق إن كانت رامي. فبتستغرب ميسة وبتسأله إن كان يعرف ابنها. فبيضحك السواق وبيقول لها إن اسمه موجود على التطبيق. وبتبقى ميسة قلقانة جدا لحد ما بيبدأ السواق إنه يتكلم معاها وبيعرض عليها نعناع، وبيقول لها إنه مبسوط بالشغل وده لأنه بيسمح له إنه يتعرف على ناس كتير ومغامرات أكتر. وبتنبسط ميسة وبعدها بيجي لها فكرة وبتقرر إنها تشتغل في أوبر. وبتبدأ إنها تجهز عربيتها فعلا وبتروح علشان توصل أول زبون، وبتركب معاها بنت. وبتبقى ميسة متحمسة وبتحاول إنها تفتح كلام معاها وبتقول لها إنها شكلها حلو وشعرها ناعم. فبتشكرها البنت على كلامها. وبعدها بتقول لها ميسة إنه كان هيبقى أحلى لو كان
كيرلي. فبتتضايق البنت منها وبتسكت وما بتردش عليها، وبعدها بشوية بتروح ميسة علشان توصل الزبون التاني، لكنها بتكون تايهة وبيفضل الزبون يتعصب عليها، ولما بتوصل له وبيركب بتزعل ميسة لما بتسمعه وهو بيقول في التليفون لزميله إنها مش بتعرف تسوق. وساعتها بتقرر ميسة إنها تعمل أكل وتحطه في العربية علشان تبسط الركاب اللي هيركبوا معاها. وبعدها بنشوف واحدة وهي راكبة العربية وبتبقى متضايقة من ريحتها، وساعتها بتعرض عليها ميسة أكل وبتقولها إنها عاملة أكل مصري وحلويات، لكن الزبونة بتتضايق وبتطلب من ميسة إنها تنزلها من العربية، وبتحبط ميسة وقتها وبترمي الأكل في الزبالة. وبعدها بنشوفها وهي بتدخن وبتبقى مستنية الزبون التاني، ولما بيدخل الزبون وبيلاقي ميسة بتدخن بينبسط وبيطلب منها إنه يدخن هو كمان، واللي بتوافق ميسة. فبيشكرها بالفرنساوي، وبيستغرب الزبون لما ميسة هي كمان بترد عليه بالفرنساوي، وبيحاول إنه يفتح معاها كلام وبيقول لها إن لغتها الفرنسية جميلة ومثالية، وبيسألها إن كانت بتتكلم بيها في بيتها. فبتقول له ميسة إن محدش بيعرف يتكلم فرنساوي غيرها، وبتنبسط ميسة وبتبدأ تحكي له عن نفسها، وبتقول له إنها من فلسطين وكانت هي وأهلها بيسافروا كتير، وإنهم وقتها راحوا فرنسا فترة وبسبب كده بقت بتعرف تتكلم فرنساوي. وبيفضلوا يتكلموا وبيبان عليهم إنهم منسجمين. وبعد ما بيوصل الزبون بيطلب من ميسة رقمها علشان يبقى يكلمها توصله بعد كده، فبتوافق وبتديله رقمها. ولما بترجع البيت بتفضل تتفرج على صورها وهي صغيرة، وبتقول لفاروق إنها كان شكلها حلو وهي صغير، لكنها بتحبط لما بيقول لها إن ربنا بيدي لكل واحد جسمه وبعدها بياخده منه شوية بشوية. وتاني يوم بتنبسط ميسة لما بتلاقي الزبون الفرنسي بعت لها ميعاد تروح له فيه علشان توصله، وبتبدأ وقتها تلبس وبتحط مكياج وبتروح له، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي معاه واحدة وبتعرف إنه متجوز. فبتفضل طول الطريق متضايقة لحد ما بتوصلهم وبتنزلهم وبتاخد العربية وبتمشي من غير ما تكلمه، وبعدها بتبقى متعصبة وبتروح مطعم وبتزعم على اللي بيشتغلوا فيه، ووقتها بتدخل الحمام وبتقفل على نفسها وبتعيط. ولما بتروح البيت بتقعد مع فاروق وبيتفرجوا على التلفزيون، وبعدها بترد عليه بالغلط بالفرنساوي، فبيقول لها فاروق إنها وحشته وهي بتتكلم بالفرنسي، وبيسألها عن السبب اللي خلاها تبطل تتكلم بيها. فبتقول له ميسة إنها مش بتلاقي حد تتكلم معاه وإن ما فيش حد بيفهمها. فبيقول لها إنه عارف إن ما فيش حد تتكلم معاه، لكنه بيحب يسمعه وهي بتتكلم فرنساوي، ودي لأنها بتفكره أول ما اتعرفوا على بعض وإنها كانت جذابة جدا وقتها. فبتنبسط ميسة وقتها بكلام جوزها وبتحضنه، وبعدها بتخرج وبتشرب سجاير، وبتلاقي جايلها طلب صداقة على الفيسبوك وبتضحك وبتقفل التليفون. وفي الوقت ده بيكون رامي مع سلمى في البيت، وبعدها بشوية بيروح رامي عند مو وبيحكي له عن اللي حصل مع سلمى، وبيقول له إن ابنها لطيف. فبيشتموا مو بيقول له انه مش ابنه وانه بيعمل حاجه غلط واللي بتحرمه كل الاديان. فبيطلب رامي منه انه ما يشتمش قدام ابنه، فبيضحك مو عليه وبيشاور على رامي وبيقول لابنه ان رامي فاسد، وبيطلب رامي منه انه يبطل يتريق عليه، لكنه بيفضل يضحك عليه لحد ما بيسيبه رامي وبيروح لستيف وبيساله عن حاله. فبيساله وقتها ستيف عن الغلط اللي هو عمله، وبيقول له انه مش بيروح له غير لما بيعمل حاجه حرام وحاسس بالذنب. فبينكر رامي وبيقول له انه راح له علشان مفتقده وانه عايز يقعد معاه. فبيبدأ ستيف يحكي له عن قصة حبه الجديدة، فبينبسط رامي وبيسأله اتعرف عليها ازاي. فبيقول له ستيف انه عرفها من على النت وانها طلبت منه انهم يتقابلوا، لكنه مش هيعرف يقابلها وده لانها بعيدة جدا. فبيشجعوا رامي انه يروح يقابلها وبيقول له انه هيروح معاه. فبينبسط ستيف، وفي الطريق بيسألوا رامي ان كانت صاحبته الجديدة نفس ظروفه. فبيستغرب ستيف وبيقول له انها طبيعية، وبعدها بيطلب ستيف من رامي انه يشتري له خمرة. فبيسأله رامي عن نوع الخمرة اللي هو عايزها، فبيقول له ستيف انه ما يتظاهرش بانه مسلم وانه ما يعرفش الخمره، وده لانه راح لحفلات كتير وكان بيشتري الخمره. ولما بيدخل رامي المحل بيشتري الخمره وبيروح علشان يحاسب، وبيساله الكاشير عن هويته، واللي بيتفاجئ لما بيعرف انه رامي مسلم، وبيقول له الكاشير ان هو كمان مسلم لكنه بيتضايق لما بيلاقيه شاري خمره. فبيقول له رامي انها مش بتاعته وانه مشتريها لزميله علشان ما بيقدرش ينزل ويشتريها بنفسه. فبيطلب الكاشير منه انه يجيب هويه صاحبه، لكن رامي مش بيرضى انه يجيب ستيف وبيكذب وبيقول له انها بتاعته وبيودع الكاشير، لكنه مش بيرد عليه وبيبص له بقرف. وبيتصدم رامي لما بيروح البيت مع ستيف، وده لان البنت اللي معجب بيها تحت السن القانوني واللي بيكون اسمها ميكيلا، وبتعرفهم على كريستي صاحبتها واللي بتكون هي كمان من نفس سنها. وبتعرض ميكيلا على رامي انه يشرب، لكنه بيرفض بحجة انه بيسوق، وبيرفض ان ستيف هو كمان يشرب. فبيتضايق ستيف وبيطلب من ميكيلا ان هي توري له اوضتها علشان يبعد عن رامي، لكن رامي بيفضل قلقان وبيدخل
الأوضة عليهم علشان يتكلم مع ستيف، وبيحاول رامي يقنعه إنهم يمشوا ده لأن ميكيلا وكريستي تحت السن القانوني. فبيتكلم ستيف معاه وبيقوله إن هو ما عندوش خيارات كتير زيه، وإن مفيش حد هيقبل بيه، وإن هو وميكيلا كانوا بيتكلموا من أسبوع وإن هي تعرف حالته كويس وده معناه إنها معجبة بيه. فبيضطر رامي إنه يقبل الوضع وبيسيبه وبيخرج، لكنه بيقلق أكتر لما بيتكلم مع كريستي واللي بتتكلم عن ميكيلا وحش وبتقوله إن هي مضطربة، ودي لأنها بتحب تبان دايما إنها متفتحة وإن هي بتقبل كل الناس. وبعدها بتعيط كريستي وهي بتقول إن ميكيلا دخلت في علاقة مع حبيبها، وبتنهار وبتقوله إن هي عايزة تنتحر ودي لأنها مش مستحملة حياتها. فبيرتبك رامي خصوصا لما بيشوف علامات على إيديها وبيعرف إن هي حاولت تنتحر قبل كده، فبيحاول إنه يهديها وبيقولها إن هي شخصية قوية وده لأنها قدرت تسامح صاحبتها بعد ما خانتها، وبيوعدها إن حياتها تبقى أحسن. فبتتأثر ميكيلا وبتعرض عليه إنه يسمع الأغنية اللي هي ألفتها، فبيوافق رامي لكنه بيحبط لما بيسمع صوتها، ومع ذلك بيجاملها وبيقولها إن الأغنية جميلة. فبتشكره كريستي لأنه سمعها وحسسها إن هي تستاهل الحب. وفجأة بيسمعوا صوت ستيف وهو بينادي على رامي وبيطلب منه إنه يلحقه ده لأن ميكيلا أغمى عليها، وبيظهر إنها شربت كتير وبيبقى الباب مقفول ومش بيعرفوا يفتحوه. فبيطلب ستيف من رامي إن هو يقول الله أكبر وهو بيكسر الباب، فبيسمع رامي كلامه وبيفضل يقول الله أكبر لحد ما بيفتح الباب فعلا. وبعدها بيطمن ستيف وبيقولوا إن هم هياخدوها على المستشفى، وبيوديها رامي لأحمد صاحبه واللي بيلحقهم وبينقذ ميكيلا من غير ما يضطروا إنهم يتصلوا بالشرطة. وبعدها بيكلم ستيف مع رامي وبيقولوا إن هو كان راجل اليوم ده. فبيسكت رامي وبيرجع البيت، وساعتها بيلاقي والده مستنيه واللي بيقول له إنه جوز سلمى كلمه وقال له على علاقته بمراته. وبيتعصب خروع على رامي وبيقول له إنه مش راجل، فبيحاول رامي إنه يدافع عن نفسه لكن والده مش بيديله فرصة. وساعتها بيلومه لما بيقول إنه هو ساب مصر وساب أهله علشان يبني مستقبل ليه هو وأخته، وإن أبوه دايما كان بيهزقه وبيقوله إن اللي بيعمله غلط. لكن فاروق ده أصر على رأيه وفضل في أمريكا علشانهم، وبيحبط فاروق من ابنه وبيسيبه وبيمشي. فبيظهر رامي وبعدها بيسمع الشرايط بتاعت جده، وبيسمع وقتها جده وهو بيلوم والده فعلا وده لأنه سافر أمريكا، وبيقول له إن عياله هيبقوا مشتتين وده لأنهم مش هيعرفوا أصلهم ولا هيتربوا على مبادئ الإسلام. فبيقتنع وقتها رامي بكلام جده وبيقرر إنه يرجع مصر علشان يشوفه، وبيتحمس فعلا وهو بيحضر الشنطة وبيقول لأصحابه إن هو أخيرا هيرجع بلده وهيبقى مع ناس شبهه وكمان كلهم مسلمين. فبيطلبوا منه إنه يوصل الأيباد لواحد في مصر وده لأنه عامل مصلحة وبيبيع أجهزة من أمريكا في مصر، وبيطلب من رامي إنه يسلمهم وياخد الفلوس. فبيرفض رامي في الأول ولكن مو بيزن عليه وبيجبره، وبيتفاجئ بعدها رامي لما بيشوف كل الشنط اللي والدته محضراهم وبتقول له إن هي فيها هدايا لأهلهم وده لأنهم لازم يدخلوا عليهم بحاجة بعد المدة دي من السفر. لكن رامي مش بيقتنع وبيقول إن هم أكيد عايزين يشوفوهم ومش عايزين الهدايا، لكن كل اللي حواليه بيقنعوه إنه ياخد الشنط. ومع ذلك بيقرر رامي إنه يسيب شنطة في البيت من غير ما حد يلاحظ. وفي الطيارة بيفضل رامي يسمع التسجيلات بتاعت جده لحد ما بيوصل للقاهرة أخيرا، وبيلاقي شادي ابن عمه وهو مستنيه واللي بيحضنه أول ما بيشوفه، وبيحاول رامي إنه يتكلم معاه بالعربي لكن شادي بيرفض وبيقوله إنه بيعرف يتكلم إنجليزي كويس وده لأنه متخرج من الجامعة الأمريكية. وبيستغرب رامي من سلوك شادي وده لأنه متأثر جدا بالثقافة الأمريكية، وبيقول لرامي إنه هو معاه مخدر قوي جدا وإنهم هيشربوه سوا. فبيستغرب رامي منه وده لأنه عايز يزور المساجد ويقابل جده وبس، لكن شادي بيتريق عليه وبيقوله إن القرية اللي جده عايش فيها بعيدة وإنه مش هينبسط لما يروح. لكن رامي مش بيتأثر بكلامه وبيبقى مبسوط جدا وهو بيشوف شوارع القاهرة. ولما بيوصل البيت بيلاقي قرايبه كلهم مهتمين بالهدايا أكتر منه وبيبقوا مبسوطين جدا بالحاجات اللي هو جابها. وبيتفاجئ رامي لما بيعرف إن والده كان جايب أدوية لعمه لكنها كانت موجودة في الشنطة اللي هو سابها، وبيفتح وقتها عمه الشنطة بتاعته واللي بيلاقي فيها الأيباد وبيفتكر إن رامي جايبهم له هدية. فبيحاول رامي إنه يفهمه إنهم بتوع صاحبه لكن عمه مش بيهتم بكلامه. وبيستغرب رامي أكتر لما بيتكلم مع عمامه عن السياسة وبيكتشف إن هما بيحبوا ترامب وبيمدحوا فيه. فبيقول لهم رامي إن ترامب بيكره المسلمين وانه مش عايزهم يدخلوا امريكا تاني. فبيتدخل شادي وبيطلب من رامي ان هو ما يسمعش كلامهم وده لانهم جيل قديم جدا، وبيقول ان هم بعد الغدا هيخرجوا وهيروحوا حفله سوا. فبيعتذر له رامي وبيقول ان هو مش حابب يقعد في دوشه وان هو عايز يزور مسجد جنب البيت. فبيستغرب شادي من كلام رامي وبيفتكر ان هو شرب حاجه. ولما بيجي الليل بيروحوا محل الموبايلات علشان يسلم الايباد لصاحبهم، وبيتضايق عمه لما رامي بياخد منه الايباد اللي معاه وبيقول له انه هو مش بتاعه.
فبيتعصب عمه عليه وبيقوله إن هما الأمريكان كده ومش بيحبوا العيلة. وبعدها بيضغط شادي على رامي علشان يروح مع الحفلة، وبيقوله إن هو قال لكل أصحابه إن هو هيحضر. فبيقوله رامي إن هو ما جاش من أمريكا علشان يحضر حفلات، فبيترجى شادي إنه يروح معاه لحد ما بيضطر رامي إنه يوافق. لكن رامي بيزهق لما بيروح ومش بيبقى عارف إنه يتعامل مع أي حد. وهناك بيقابل واحدة وبيستغرب إن هي عارفة اسمه، وبتفهم ساعتها إن رامي زهقان وبتقوله إن هي كمان زهقانة وإنها عايزة تمشي، وبتعرض عليه إنه يروح معاهم، لكنها بتمشي مع صاحبتها بسرعة وبتقوله إن هي هتشوفه بعدين. وبيتضايق بعدها رامي من مكانه وبيمشي. ولما بيرجع البيت بيتعب وبيجيله إسهال، وبيتفاجئ لما بيخرج من الحمام وبيلاقي البنت اللي كانت في الحفلة قدامه، واللي بيكتشف وقتها إن هي بنت عمه واللي بنعرف إن اسمها أماني. وتاني يوم بيفوق رامي وبيصحي شادي علشان يوصله لبيت جده، لكن شادي مش بيرضى يقوم. وبعدها بيكلم رامي أصحابه وبيعرفهم على أماني بنت عمه اللي بتديله دواء بسبب التعب. وبعدها بتعرفه إن هي طلبت له عربية علشان توصله لبيت جده، وبعدها بتودعه وبتمشي. وساعتها بيمدح موف جمال أماني وبيقنع رامي إن هو يتجوزها. فبيقول له رامي إن هي بنت عمه وإن ده ما ينفعش، لكن أصحابه بيشجعوه. وبعدها بيركب رامي العربية مع السواق واللي بيظهر إنه يعرف عيلته ويعرف والده، وبيفضل يتكلم طول الطريق لحد ما العربية بتعطل بيهم. وبيقول له السواق إن العربية كانت محتاجة صيانة وإن هي ساعتين 3 وهتشتغل. فبيتضايق رامي وبيقرر إن هو هيمشي لحد بيت جده. وساعتها بيفضل رامي يمشي في الصحراء لحد ما بيجيله ضربة شمس وبيهلوس وبيشوف أماني في نص الطريق. ومع ذلك بيفضل ماشي لحد ما بيوصل القرية وبيلاقي جده، واللي بيعرفه أول ما بيشوفه وبيجري عليه وبيحضنه. وبعدها بيقعد رامي مع جده وبيتكلموا سوا، وبيقول له رامي إن هو حاسس إنه كان عايز يقابله من زمان، وده لأنه عايز يتكلم معاه ويفهم عن نفسه. فبيقول له جده إنه كان يتمنى إن اللي اتعلمه يعلمه لأحفاده. وبعدها بيطلب منه إنه يرتاح وبعدها يتكلموا سوا. وبيتفاجئ ساعتها رامي لما بيشوف كل صوره وهي في أوضة جده، ولكنه بيتصدم فجأة لما بينادي على جده وبيلاقيه واقع على الأرض وميت. وبعدها بياخد رامي عزا جده وبيقف مع أماني واللي بتبقى متضايقة وبتقوله إن جدهم ما كانش عايز العزا بتاعه يبقى بالشكل ده. وبعدها بتعرض على رامي إنهم يخرجوا من المكان، فبيوافق رامي وبيتحمس لما أماني بتوريله كل الأماكن اللي كان عايز يشوفها. وبتحكي له وقتها أماني عن نفسها بصراحة، وبيعرف إن هي كانت متجوزة واتطلقت، وبتقوله إن جدهم ما كانش بيحبه وإن هي كانت لازم تسمع كلامه من الأول. وبيبدأ رامي هو كمان إنه يتكلم عن نفسه وبيبقى مرتاح جدا وهو بيتكلم مع أماني، واللي بتقوله فجأة إن هي عايزة توريه مكان. فبيوافق رامي واللي بتوديه المكان زك، وبيفضل يردد وراهم رامي وهو مبسوط جدا. وفجأة بيسكت رامي لما بيحس بالسكينة اللي هو كان بيدور عليها طول حياته. وبعدها بيبص على أماني وبيضحك. وبعدها بيخرجوا وبيتمشوا في شوارع القاهرة القديمة وبيبقوا مبسوطين جدا. وبعدها بيقفوا على كورنيش النيل وبيسمعها رامي وهي بتتكلم وبيحس إنه معجب بيها. وبيظهر إن أماني هي كمان عندها نفس المشاعر وبتقول إن هما قرايب. فبيقول لها رامي إنها مش مشكلة، ودي لأنهم بينهم حاجات كتير مشتركة وإن هي بتفهمه. فبترجع أماني وبتقول إنهم قرايب، لكنهم فجأة بيقربوا وبيبوسوا بعض وبعدها بيتصدموا ومش بيتكلموا. وبيخلص الجزء الأول من المسلسل. ما تنسوش تكتبوا لنا تعليقاتكم على المسلسل واللي فهمتوه منه، وترشحوا لنا أفلام أو مسلسلات تانية ممكن نعملها. المسلسل ده بصوت عبد الله طارق، وكتبت السكريبت مي جلال. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام أو صفحتنا على الفيسبوك، وكمان تشتركوا على قناتنا على اليوتيوب وتدوسوا على عجبني علشان تتابعونا إن احنا نكمل. واستنونا في فيلم جديد في الخلاط. سلام.